دفاع من على طول ربيعه على اليمين، حسين الشحات، حسين باصه خطيره وبالتصويب والهدف الاول. الهدف الاول هدف التقدم بقدم مين؟ المهاجم السلوفيني الجديد على طول جراديشار. اول ربع ساعه النادي الاهلي يقول كلمته ويضرب ضربته ويتقدم الان على فريق مودرن سبورت بهدف اول مع دخولنا على اول ربع ساعه من عمر الشوط الاول، والهدف الثاني على التوالي للنجم السلوفيني جراديشار. ولكن اليوم هو هدف التقدم حتى الان. بص الباصه البنيه ثم الاستلام 100 ثم التصويبه الحلوه القويه بقدم جراديشار جت في ايد الحارس جنش وتهز الشباك هزه عشان النادي الاهلي يتقدم بدري بهدف اول في الدقيقه. هذه العاده مره ثانيه، التصويبه جميله بقدم يسرى غير عاديه بقدم مستقبل النادي الاهلي كريم الدبس. اوبا والهدف جوا جول الهدف الثاني هو امام عاشور يسجل يا ساده الهدف الثاني، هدف التعزيز في الدقيقه 29 على طول اثناء العاده. امام عاشور يفاجئنا ويفاجئ الجميع، حلوه على يمين جنش عشان امام عاشور يسجل يا ساده الهدف الثاني، هدف التعزيز في الدقيقه 29. مودرن سبورت الكره الطوليه والعرضيه الخطيره، عاشور واللمسه، عاشور والهدف، تعدي جول الهدف الثالث للرايق واللي مزاجه على العالم يسجل الان الهدف الثالث للنادي الاهلي والهدف الثاني لعاشور اليوم في هذه المباراه. والثلاثيه يا سيده في الدقيقه 39 من عمر اللقاء. بص الباصه، بص المهاره، بص العرضيه حلوه ازاي، بص الدفاع الهش الضعيف، مساحات كبيره جدا واسعه موجوده وراه في دفاعات الاحمر. فين الدفاع وعلى طول امام عاشور بلمسه بمهاره بثقه بحرفنه كبيره، استلم كورته حلو وحطها حلو بالقدم اليسرى عشان يعملها الثالث ويسجل الاهلي الهدف الثالث اليوم في المباراه.